صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معانا النهارده فيديو جديد وروتين جديد. بص، هو مش روتين، هو هنعمل ايه شويه تفريزات كده. بروفا، نعمل بروفا على تفريزات رمضان. يعني مش دي تفريزات رمضان طبعا. انا مش عارفه الناس اللي بتعمل من دلوقتي تفريزات رمضان يعني هما بيشيلوها فين، او الحاجات دي يعني انتوا ازاي مش بتاكلوها، او ازاي مش بتقربوا منها. يعني انا اللي اعرفه ان احنا مثلا اعمل تفريزات رمضان قبلها باسبوعين، باسبوع، عشان بقى يعني استعملها في رمضان. لكن من دلوقتي يا جماعة في ناس بتعمل تفريزات رمضان يعني هيخلوها بقى لحد رمضان مثلا؟ ده سؤال بيطرح نفسه. وعايزين حد يجاوبنا عليه. المهم، لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي لايك للفيديو لو الفيديو عجبك. انا بقى ايه كنت يعني عشان بقى طبعا الغلا اللي احنا فيه، وعشان بقى الولاد مثلا بيبقوا عايزين ياكلوا بيجوعوا مثلا باستمرار، والواحد بقى ايه يعني بقى صعب ان هو يقعد يشتري كل شوية بقى حاجات للبيت يعني. فقلت اعمل لهم حاجات تشبعهم، وفي نفس الوقت الحاجة دي تبقى جاهزة في البيت. بصوا، مبدئيا كده انا كنت ايه قلت هخش الصبح اعمل الحاجات دي، بس الموضوع قلب يعني ايه بغدا وبمواعين غدا. فقلت طب والله لا، انا عامله المواعين معاكم. ولقيت الحوض اهو مش عارفه مليان رز، مش عارفه مين اللي دلق الرز في الحوض. المهم يعني عملت المواعين، وهقول لكم بقى دلوقتي يعني ايه خطوه خطوه بخطوه هنعمل ايه. المهم بقى يا بنات، الواحد بقى ايه بقى يفكر يعني ان هو عايز يوفر على قد ما يقدر. عايز يخلي البيت مستور دايما يعني فيه اكل. بص، الفول ده انا كنت نقعاه حوالي مثلا 12 ساعه، نقعاه في ميه بارده عاديه جدا، وحط له زي ملح وفلفل كده وكمون. تمام. سخنت ميه في الحله ونزلته على الحله، وبعدين حطيت له طماطمايه، بتاع البرتقاني ده اسمه ايه، ده جزر مبشور. تمام. وبعدين بقى ايه، سيبته بقى ياخد ويدي كده مع نفسه. هنا انا عشان سمعت فيديو كده بتاع واحد بتاع فول اصلا، بيقول ان انتوا لازم يعني ايه تعملوا الفول كده بقماشة او بحاجة. انا لو بفطس حد مش عامل فيه كل ده. لازم تعملوه بقماشة او حاجة عشان يعني ايه يتكتم، والحرارة ايه بتاعته تبقى، يعني الحرارة بتاعته تسويه بقى. فما تكتفوش بس بالغطا بتاع الحلة، لا انتوا تعملوا مثلا عليه فوطة او قماشة وتكتموه كده. المهم بقى، انا كنت المواعين اللي بعملها دي كنت يعني بسلقها ايه، كنت بشطفها بس عشان احطها في الغسالة. بعدين حطيتها بقى في الغسالة، ودي الحاجات اللي انا مش بينفع ان انا احطها في الغسالة. بس بقى المهم انا قلت بقى ايه، قلت انا عايزه اعمل كام حاجه كده تبقى زي ما بقول لكم كده، تبقى ساتره البيت. يعني بمعنى ايه ساتره البيت؟ اللي هو منين ما اي حد يبقى جعان مثلا في اي وقت يلاقي اكل. انا عملت 3 اصناف، عملت فول وعملت بليله. احنا اصلا اسره يعني عاشقه للبليله، احنا بنحب البليله جدا جدا يعني. والفول برضو يعني ايه بيشبع. ساعات الولاد مثلا ايه بيجوعوا الصبح مثلا في الفطار، بالليل في العشاء. ف يعني طبعا ان انت بقى ايه تقضي الدنيا بالبيض والجبن والحاجات دي، لا يعني كده خراب بيوت. فقلت بقى ايه، قلت اعمل حاجة برضو جنبهم يعني ايه تسند معانا الدنيا شوية. فجبت بقى نص كيلو فول ودمسته، وجبت كيلو، يعني انا جبت الاول كيلو بليلة، وبعدين كان عندي نص كيلو تاني قديم، فحطيت كله على بعضه وعملته كله مع بعضه. يعني كيلو ونص بليلة. وكان عندي بتاع ده نص كيلو لوبيا. مرضتش اجيب فاصوليا بيضة، ويعني قلت مش لازم ايه كل مرة واحدة، برضو عشان ما يبقاش ضغط على الميزانية مرة واحدة ان انا اجيب ايه الحاجات دي كلها مرة واحدة. لان اصلا البليلة انا مش فاكرة جايباها بكام يا رب، الكيلو تقريبا ب40 حاجة كده. اللوبيا جايباها نص كيلو تقريبا 25 تقريبا، يعني عشان الكلام ده كان من فترة. الفول اللي انا فاكراه نص كيلو كان ب22، اللي هو فول تدميس. بس هو الفول طلع حلو قوي قوي معايا، بس هو في حاجة ان هو يعني قعد معايا يومين على النار. انا مش عارفة ده من ايه بصراحة. يعني انا ايه حاسه ان انا اللي انا وفرته وفرته في كيس الفول ابو 5 جنيه اللي بجيبه من الراجل اللي بيدوني قد كده ده، يعني ما هدفعه في الغاز. فانا مش عارفه، حاسه ان انا ما وفرتش حاجه، بس وفرنا صحتنا على الاقل يعني. لان انتوا مش عارفين الفول اللي بره ده بيتحط فيه ايه. يعني احنا يا بنات مش عارفين هو اصلا بيتعمل ازاي الفول اللي هو بره ده. انا اسمع بقى بيحطوا له الوان،
طبعا مش هحط لك بره بقى طماطم والكلام ده كله، لا، بيحطوا الوان عشان يحمروه ويصفروه ويعملوا الحاجات دي كلها، بيحطوا له مواد معينه عشان يستوي بسرعه. يعني انا قاعد معايا بقول لكم يومين، انا بجد اليوم اللي انا فيه ده دلوقتي انا بنقع فيه اللوبيا وبعمل فيه البليله. الفول هيقعد، بصوا اهو لسه بتكلم والله، اهو مكتوب تاني يوم الصبح. فهو تاني يوم الصبح انا يعني صحيت الصبح الفجر كده، ولعت عليه تاني ووطيت النار. وخلاص كان اليوم عدى، وبصراحه سبت البليله ما حطيتهاش في الاكياس، برضو كانت سخنه قوي، وانا ما بحبش احط الحاجه في الاكياس وهي سخنه عشان غلط. يعني الفول قعد معايا لحد تاني يوم، وبصوا برضو ما كانش استوى، سيبته خالص برضو لحد ما يعني تقريبا لحد بعد الغدا. انا ولعت عليه الفجر اليوم ده عشان برضو في معلومة برضو احنا مش عارفينها. استنوا ثواني، معلش يا بنات كان جالي تليفون كده. اقول لكم بقى المعلومة دي اللي انا عرفتها جديد، يعني ان انتي ما ينفعش تنامي، ده في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش تنامي وسايبة الموقد اللي هو البوتاجاز يعني في البيت مفتوح. ليه بقى؟ انا مش عارفة بصراحة، بس هو يعني ايه، كان حديث من الرسول، واكيد اي حاجة حديث او قرآن او كده اكيد بيبقى فيها ضرر لينا، اكيد ممكن يحصل حاجة لا قدر الله. فهو يعني الافضل ان احنا لو هننام وفي يعني في حاجة في البوتاجاز، المفروض ان انت تطفي عليها وبعدين ولي عليها تاني الصبح يعني عادي. فانا ايه اللي عملته، ايه، انا طبعا كنت عايزة انام، يعني هو مش عايز يستوي مش عارفة اعمل له ايه، فكنت عايزة انام. رحت قفلت عليه وسبته مكتوم بالايه، بالفوطة دي. لا، ما عملتوش بفوطة بقى، عملته يعني ايه، لقيت عندي باضي كده قديم، رحت حطاه فيه، حطاه في غطا الحله وزنقته بيه. فالمهم ايه، سيبته للصبح، قلت هيستوي الصبح، صحيت الصبح بشوفه لسه لقيته لسه زي ما هو. فرحت مولعه عليه تاني الفجر كده، الصبح بدري يعني. وفي اليوم ده ما نمتش تاني، فضلت صاحيه بقى، عشان برضو يعني خفت ان انا انام واسيب البوتاجاز مفتوح. فخلوا بالكم من المعلومه دي يا بنات، يعني مفيش حد يولع البوتاجاز وينام، بلاش. فالمهم ايه، اول ما صحيت ولعت عليه، استوى بقى بقول لكم بعد الغدا، يعني على الساعة مثلا ايه، على الساعة 5 6 كده يعني كلنا واتغدينا، ده بقى هيبقى في فيديو تاني بقى يعني مش هيستوي بقى في الفيديو ده، لا ده لسه حلقة اخرى ان شاء الله، الحلقة القادمة هيستوي الفول. لكن هو المرة دي مش هيستوي، المرة دي بقى احنا هنعمل البليلة والبتاعة دي بس، واللوبيا بس. وعايزة اقول لكم بقى البليلة لما بتطلعيها بقى من الفريزر، مش متخيله بقى مدى الراحه اللي انت بتبقي فيها، لان البليله اصلا يعني طبيعي بتاخد وقت. لكن لما يبقى عندك بليله جاهزه كده في التلاجة، وانت ممكن تطلعيها في اي وقت، تسخنيها مثلا، تزوديها شويه ميه وتحطي لها لبن وسكر، يا على الراحه بقى. يعني الكلام ده بقى يحس بيه الناس اللي اصلا بتحب البليله. انا عشان أنا بحب البليله قوي، يعني مستسهله الموضوع، والولاد برضو عندي الحمد لله بيحبوها قوي. وعلى فكرة انا بعملها زي البليلة بتاعتنا بتاعت زمان، بتاعت امهاتنا، اللي هي بقى البليلة ام سكر ولبن بس. ممكن احط لها مثلا كيس فانيليا، لكن مش اكتر من كده. في حاجات تانية وطرق جديدة حلوة قوي، نفسي اجربها في البليلة برضو. بيحطوا لها بقى نشا، وبيحطوا لها مكسرات، وبيحطوا لها مثلا كريم شانتيه وحاجات بقى كتير كده. بس انا الواحد بيحن للحاجة بتاعت زمان، اللي هي اللي ماما كانت بتعملها لنا. هنا بقى دول الحبة، دول الحلة دي يعني انا ما كنتش هشيلها في الاكياس، انا كنت عاملها كده ناكل منها يعني يوم يومين كده يعني. فقلت بقى احط منها اطباق كده نفطر بيها، وكانت تحفة بصراحة، كانت جميلة. انا بس بعملها بحط البليلة سخنة، وبسخن اللبن بحطه عليها واحط عليهم سكر، بس مش اكتر من كده. وبتبقى جميلة جدا جدا جدا، وكلنا بنحبها كده يعني. الافتكاسات بقى الجديدة دي ان شاء الله هجرب معاكم في مرة افتكاسة جديدة كده يعني. نجيب بقى ايه، نجيب مثلا يعني ب5 جنيه كريمة من عند الراجل اللي بيبيع الحاجات سايبة، و... ومش عارفة المكسرات دي اجيبها منين، مش عارفة من لسه، يعني الحاجات دي بتتباع في رمضان اكتر. قبل كده كنت عايزة اجيب سوداني، اللي هو المقشر ده اللي بيتطحن، الراجل بتاع المقلة ده قاعد يقول لي لا، او ما تجيبهوش من حد، انا مش عندي، ولو لقيتيه عند حد هتلاقيه بايت عنده من السنة اللي فاتت. فهو يعني ايه، خوفني منه الصراحة. بصوا بقى، انا السكر بحطه في كل طبق لوحده، يعني مش بحط سكر في الحلة، بحط في كل طبق لوحده سكر.
لان انتوا عارفين ان انا عامله دايت عشان كده، يعني عشان يعني لازم انا السكر بتاعي لوحده. فالبليله البليله انا بعرف ان انا ايه افصل فيها موضوع السكر. اللي انا بقى مش بعرف افصل فيه موضوع السكر ده الرز بلبن. مش عارفه ازاي اعمل مثلا ليهم هما بسكر، ومش عارفه اعمل ليه انا ازاي بسكر بتاع الدايت بتاعي. هحاول برضو اعمله، هحاول اعمله معاكم في مره ان شاء الله. خلاص بقى يا بنات، احنا يعني هشيل بقى الاطباق دي وهنفطر وهرجع لكم تاني. بصوا بقى هنا، خلاص بقى احنا فطرنا وخلاص. هنا كنت مسخنه ميه عشان يعني اسلق فيها اللوبيا. طبعا اللوبيا بتقعد شويه على النار، انا مش هقعدكم انتوا كل ده يعني في الفيديو. انا سلقتها وهي بتتسلق بس. انا بحب ادوس عليها شويه يعني في السوا، عشان لما اجي اطلعها تكون مستويه يا دوب. ايه الطماطم مثلا عندي بتبقى مسبكه، فبحط ده على ده وخلاص كده الاكل اتعمل، فاهمين؟ يعني انا بحب استسهل شويه يعني. فهنا خلاص هي اتسلقت، خدت السلقه بتاعتها واستوت. انا بسويها خالص. في ناس بتخليها نص سوا بحيث ان هم ايه لسه هيسووها تاني مثلا مع الصلصه. لا انا بحب ان انا اسويها خالص، بحيث ان انا ايه احط الصلصه على النار، اسبكها، وبعد كده يعني احط عليها اللوبيا دي، مفيش تاخد معاها غلوه بس، وخلاص كده هي كده استوت. يعني لان انا معظم الوقت انا بعمل اكل وانا مستعجله. يعني انا ببدأ في الاكل ساعات متأخر مثلا، ببقى مستعجله، ببقى عايزه اعمله بسرعه، ببقى عايزه اخلص. فيعني بحب الحاجه السهله اللي هي بتسهل عليا. امال انا عامله ليه تفريزات يعني؟ ما هو انا بفرز الحاجه عشان اسهل على نفسي مش عشان لسه اسويها من اول وجديد. بس بقى اللوبيا اللي هي نص كيلو دي عملت معايا 3 اكياس. كده يا بنات خلاص، يعني يعتبر احنا خلاص خلصنا. انا يعني ايه، انا يعني قلت كفايه كده. انا صورت الفيديو ده على يومين قلتش معقوله يبقوا 3. فخلاص يعني قفلت الفيديو ده على كده، وقلت خلاص انا فرست معاهم مثلا البليله واللوبيا. الفول بقى خليه بقى اليوم التاني اللي بعده، لان انا هعمل منه الغدا كمان. فكده بقى الفيديو بتاعنا يكون انتهى خلاص، خلص. ما تنسيش بقى لو اول مره بتشوفيني، ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه، وما تنسيش الكومنت، عشان البنات بيتفرجوا بس ما بيعملوش كومنتات. انا زعلانه منكم والله. يعني اعملوا كومنت، انتوا عجبكم الفيديو بتدوسوا عليه لايك، اعملوا بقى كومنت، لان الكومنت ده بيرفع معايا الفيديو، بيرفع معايا القناه. وما تنسيش بقى تفعلي زرار الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامه.